اهلا بكم. هتكلم معاكم النهارده عن برشام من اقوى البرشام اللي بيستخدم لزياده الانتصاب وزياده الوقت وزياده الحجم. برشام قوي جدا وعن تجارب ناس كتيره جدا هقول لكم عليه، لكن انزلوا الاول دوسوا على زر الاعجاب واشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدا الفيديو. جايب لكم النهارده حاجه اسمها سيالونج اقراص. سيالونج اقراص في منه تركيز 20 مللي جرام وفي منه 10 وفي منه 5. احنا هنستخدم ال20 عشان يكون مفعوله قوي جدا. سيالونج اقراص من اقوى الحاجات اللي بتستخدم لزياده الانتصاب وزياده وقت الجماع وزياده حجم العضو، وبيستخدم لحاجات كتيره جدا. حتى هو مكتوب على العلبه من بره كده لو حضراتكم شايفين 36 حصان، يعني مفعوله قوي جدا وشديد جدا. بتاخد حبايه قبلها بساعتين على معده فاضيه وبتستخدمه ان شاء الله باذن الله بيجيب معاك نتيجه قويه جدا جدا. وسيالونج ده يعني من الحاجات اللي انا سمعت عنها قصه خياليه، مش عارف الله اعلم هل هي حقيقه ولا لا، ان في واحده كان جوزها ما بيتعاملش معاها غير كل شهر مثلا مره، او ممكن ما يتعاملش كل شهرين مره مثلا. المهم ان هي كان لها واحده صاحبتها صيدلانيه، راحت قعدت معاها وحكت لها عن الموضوع ده، فدخلت جوه وجابت لها برشامه وقالت لها خد البرشامه دي حطها له في الاكله. كانت طبعا رافضه في البدايه ان هي تاخدها، لكن بعد الحاح من الدكتوره الصيدلانيه خدتها، وكانت عارفه ان جوزها بيحب ان هو يشرب الشوربه قبل الاكل، فطحنتها وحطتها له في الشوربه. بمجرد ان هو شرب الشوربه مفيش ساعه او اقل من الساعه كمان بدأ ان هو جسمه يسخن، فخدها ودخل وعمل معاها زي ما بيعمل الراجل مع زوجته. المهم يا دوب عدى ساعتين كمان وجاله رغبة ان هو يعمل تاني، فقام وعمل معاها. فكان جه وقت الشغل بتاعه استحمى وراح الشغل بتاعه ساعتين تلاتة، ولقيت الباب بيخبط، ففتحت الباب لقيت جوزها رجعت ازاي وانت اصلا مش ميعاد رجوعك دلوقتي من الشغل؟ قال لها والله انا استأذنت لان انا ما قدرتش ان انا امسك نفسي، وجه وعمل معاها مرة تالتة. فراحت الست دي سألت الدكتورة الصيدلانية اللي هي صاحبتها على اسم البرشام ده، فقالت لها ان هو اسمه سيالونج اقرص. الله اعلم القصة دي حقيقية ولا لا، لكن ايا كان سواء كانت حقيقية او غير حقيقية، سيالونج اقراص من اقوى البرشام اللي بيعمل انتصاب وبيزود وقت العلاقة الحميمية ما بين الراجل وزوجته. فاستخدموه ان شاء الله يجيب معاكم نتيجة كويسة. وزي ما قلتلكم في كل فيديو انا مش دكتور ولا صيدلي، لكن بجيب لكم حاجات ناس جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة، فبقول لكم عليها على اساس انها تجيب معاكم نتيجة كويسة. لكن ما تستخدموش اي حاجة غير لما ترجعوا للدكتور او الصيدلي، لان هم اكتر اتنين هيقولوا لك الحاجة دي تنفع معاك ولا لا. ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية. سلام عليكم.